عجوز يعلن رحيله عن المنيا بعد تعادل هزيل 0-0 أمام سكر أبو رقاص. أتواصل مع المجموعة الأولى والكابتن أمير عبد العزيز. يعني كابتن أمير، مجلس إدارة المنيا تمسك بالكابتن أحمد العجوز، ولكن الكابتن أحمد العجوز تقدم باستقالته، وحتى الآن الأمور غير واضحة هل سيعود الكابتن أحمد بعد أن تمسك به المجلس أم لا. ولكن في الأخير التعادل كان مخيبا وجعل المنيا في موقف صعب. والله طبعا هو ادرى واحد بموضوع ان هو يرجع او ما يرجعش الكابتن احمد العجوز. احنا ما نعرفش السلبيات اللي بيقابلها ايه والضغوطات اللي بيقابلها ايه، لكن هو لو عنده فرصه ان هو يقدر يكمل الموسم مع فريق المنيا ويضيف له حاجه كويسه اكيد هيرجع، مش هيتاخر. فرقه المنيا يعني في مجموعه الصعيد فرقه تقيله من زمان. يعني لما كنا بنروح نلعب في المنيا كنا بنقول يا ده احنا رايحين نلعب المنيا، فرقه تقيله، فرقه كانت بتلعب في الدوري الممتاز. لكن هم بقى لهم سنتين او 3 سنين المركز بتاعهم في جدول الدوري مش كويس. ممكن يكون بسبب اسباب ماديه، بسبب عدم استقرار المديرين الفنيين. لا بالعكس، هذا الموسم وجدوا دعم كبير من اللواء احمد ضياء محافظ يعني لو في دعم ومن مجلس الاداره، يعني لو في دعم من مجلس الاداره وفي دعم من الحاج احمد شحات وفر لهم ملايين، يبقى في تقصير من اللعيبه. بالظبط، ما هو اكيد في تقصير. التقصير بيجي منين؟ احنا عايزين نعرف، لان النتائج او اللعيبه مش على طموح المنيا. بالظبط، اللعيبه مش هو طموح الصعود. اللعيبه يعني اللي انت بتجيبها مش على طموح الصعود. لكن انا بقول ان المنيا السنه دي مش جايه تنافس. احنا قبل كده انا والكابتن احمد عبد الحليم تحدثنا عن طموح لاعبي المنيا، فاتصل بي الكابتن شديد قناوي كان غاضب لاني اخذ الكلام على محمل ان الكابتن شديد الذي تولى فتره الاعداد ومعهم وهو اللي اختار اللعيبه ان اختياراته كانت سيئه. نحن لا نقصد ذلك بالمره، وانما وارد لكل مدير فني وجهه نظر ورؤيته. كابتن احمد العجوز بيقول ان هناك قصور جامد زي ما قال الكابتن كريم في لاعبيه، وانه كان يتمنى ان يدعم صفوفه، ولكن القماشه ضيقه، ولكن في امكانيات ماليه. يعني في امكانيات ماليه وما فيش تدعيم في الصفوف بلعيبه كويسه. يعني القايمه مقفوله. يعني القايمه مقفوله، مين اللي قفلها؟ مين اللي اختار في الاول ومين اللي حط الاسماء اللعيبه دي؟ ما احنا وضحنا دي وجهات نظر يا كابتن كريم. كابتن احمد وجهات نظر انت تقتنع بلاعب، ليس ان ياتي مدير فني لا يقتنع به انك انت اخترت غلط. لكن انا اللي كان ماسك الفرقه السنه اللي فاتت واستمر معاه جديد قناوي. وعلى فكره جديد انا اقول لك بالامانه يعني جديد قناوي عرض عليا انا شخصيا وهو مدير فني للفريق المنيا انك تمسك الفريق، ان انا امسك الفرقه وهو يشتغل معايا. انا بقول قدام الناس كلها، وجديد السنه اللي فاتت عمل نتائج مبهره يمكن احسن فرقه السنه اللي فاتت عملت نتائج في الدور الثاني. دي حقيقه. انما هي ممكن الكره تبقى ماشيه مع واحد مش ماشيه مع واحد، ممكن اللعيبه تبقى كويسه. واحنا بنوضح للجمهور ان اختيارات الكابتن شديد ليس